اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا اليوم في حسينية الحاج ناصر حجقوني في الحيرة، مدخل حسينية الشهداء، مدخل الحيرة. أنا أدري بها هاي المجالس، عندنا مجالس بالحيرة قديمة من أب وجد ومعروفة يعني بالحيرة، فهذا المجلس من إحدى المجالس القديمة في الحيرة. هسه الآن راح نلتقي مع خادم الإمام الحسين الحاج ناصر حاج حجقوني، نتعرف على تاريخ هاي المجالس اللي بدت عندهم. السلام عليكم حج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه المجالس أقيمت في براني الحاج عبد الرضا الحاج كاظم. بمناسبة هذه التعزية من التعازي القديمة في ناحية الحيرة، تبدي من الحاج راضي، وبعدين السيد علي زوين، وبعدين إلى احنا أخير تعزية الذي وعيت عليه هذا القارئ يقرأ من السيد عبد المير قبنشي والشيخ النويني والشيخ أحمد الوائلي. أول ما أقام تعزية في مضيفنا في برانينا سنة بالسنين، أول ما وضع التعزية هاي عن نقل والدي. يقول كان يصعد قدام محمد علي قسام، سيد محمد علي قسام، الشيخ أحمد الوائلي. يقول ما قاعد، يقول عادة يقرأ من المقدمة يقعد بالباية الجو، لا يقول السيد الشيخ أحمد الوائلي قرأ على المنبر فوق. هاي التعزية قديما. والآن بعد ما قرأ شهر رمضان، شهر تقريبا شهر رمضان إلى نهاية 28 رمضان تعازي. وهذا قديما. بعد الحضور يعني كان الحضور سابقا الحضور كان يعني البراني ينترس الا مرتين ثلاثه. يقول السيد عبد المنعم قبنشي قيام ينترس البراني، والناس اخوات تبقى للساعه 12 بالليل. نهايه المجلس احنا عندنا قسم الناس تبقى للسحور. وتدري الناس كان قبل ماكو سيارات ونقل، اهل برا يجون يبقون للسحور، يسحرون يطلعون. وباقي الولايه هم لان كان سرداب بالمضيف ايام الحار، تلقى السرداب الساحه والسطح بين عبد الملك القبنشي، الشيخ احمد الوائلي، السيد محمد علي قسام، هم قرأ في هذا المكان في ايام عاشور وايام رمضان. احنا نشكر خادم الحسين حيدر التميمي على هذه المبادره لنقل وقائع التعازي داخل مدينه الحيره. والان ينتقل منبر سيد عبد الرسول السيد غني الجزائري، لان احد اعمده القراء في ناحيه الحيره من القدامى. اللي سيد غني الله يرحمه كان هو الوالد، بعد اخذ ورثه ابنه سيد عبد الرسول. سوى لقاء بعدين. شكرا.